مرحب بحفيظ دراجي المعلق بقنوات بي ان سبورتس. اهلا بك معنا للحديث عن هذا الموضوع. حقيقه الشارع الجزائري يعني منقسم، بل البعض يرفض جورج ليكنز، لان هناك دائما عندما التعاقد مع مدرب لابد من النظر الى الانجازات. يعني ما هي ابرز الانجازات اللي حققها ليكنز؟ شكرا على الاستضافه رائد. مساء الخير مشاهدينا الكرام. اولا اعتقد بان منصب مدرب منتخب وطني ليس معروض للاستفتاء حتى يكون هناك قبول أو رفض. طبعا هناك الكثير من الآراء التي انقسمت حول هذا القرار، لأنه تعرف بأن الكثير يعتقد بأن المنتخب الجزائري هو منتخب كبير في حاجة إلى مدرب كبير، ولكن نعم. ربما هو من الحرص يعني. أوكي، ولكن من هو هذا المدرب الكبير؟ خلينا نتفق على مصطلح مدرب كبير. هل هو موجود الآن ومتوفر المدرب الكبير؟ هل هناك مدرب كبير يقبل بأن يدرب منتخب من حجم الجزائر عنده بعد أسبوعين من الآن مباراة مصيرية أمام منتخب نيجيريا؟ طبعا هذا أمر صعب وصعب جدا. لكن الأكيد أنه لحد الآن القرار ليس رسميا. الاتحاد لم يعلن أي نعم لم ينفي الخبر، ولكنه لم يعلن في بيانه عن توقيع العقد، لأن الرجل وصل اليوم إلى الجزائر. هناك اجتماع مكتب فيدرالي سيرسم هذا القرار. نعم. ثم يتم التوقيع على العقد، وأعتقد ابتداء من الغد أو بعد غد سيكون رسميا هو المدرب الجديد للخضر. لكن بغض النظر عن هو أو ليس، نعم، ليكنز، يعني البعض يتحدث عن مشاكل كثيرة، عن محاباة، عن مجاملات لبعض اللاعبين، عن يعني قوة شخصية بعض اللاعبين، حتى البعض يتهم بعض اللاعبين بأنهم هم كانوا سبب إقالة رايفاتس. طبعا هذا الكلام كان موجود في الفيسبوك وفي بعض وسائل الإعلام، وفي غرف الملابس أيضا. لا اوكي، موجود في العائله في حد ذاتها. رائد، في العائله في حد ذاتها هناك في الاسره الواحده هناك مثل هذه الاشياء. وتعرف بانه في الكره غرف حفظ الملابس هو بيت الفريق. نعم. طبعا قد تكون أمور حدثت ولكن ليس بالشكل الذي تم تداوله. قد يكون هناك عدم رضا من قبل اللاعبين، ليس فقط في غرف حفظ الملابس. بعد المباراة كان هناك عدم رضا من التربص الأول. كان اللاعبون يقولون لرئيس الاتحاد بأن هذا المدرب لا يعرفنا، هذا المدرب لا يكلمنا كثيرا، هذا المدرب لا يبيت معنا الليل في طيلة أيام الأسبوع، هذا المدرب لن نذهب بعيدا معه. وأعتقد بأن الموظف المسؤول واللاعب المسؤول، أقارن بين الموظف والمسؤول الذي يريد أن يحافظ على مؤسسته ويريد أن يحافظ على منتخبه، هو الذي يلفت انتباه المسؤول الأول على مثل هذه الاختلالات. وعندنا أعتقد مجموعة من اللاعبين الجزائريين المتخلقين الذين لا يمكنهم أن يتصرفوا بتصرفات نعم. لا أخلاقية أو لا رياضية تجاه مدرب. هذا ممكن كان يحدث زمان، أما اليوم فلا أعتقد. طيب، يعني السؤال، أين هو المدرب الجزائري؟ يعني إنجازات الجزائر كانت تنسب لمدربين، واخرهم اعتقد رابح سعدان في 2010. هو خيار اتحادية يجب ان نحترمه. الاتحادية اليوم تقول بانها لن تمنح المنتخب الاول لاي مدرب محلي، هذا خيار. نعم. يجب اختياره. تعرف بان المسؤول يجب ان يختار. نعم. والاختيار يجب ان نحترمه سواء كان مدرب محلي او مدرب اجنبي. ولكن اعتقد بانه اي نعم هناك مدربين شباب، اقول شباب جزائريين، من يملكون قدرات كبيرة جدا، ولكن لازم لهم الوقت، لازم لهم يدربوا، يؤكدوا ذلك مع نوادي محترمة، ويؤكدوا ذلك مع منتخبات الشباب، ويؤكدوا ذلك مع منتخب الأمال، لما لا؟ منتخب الرديف، لما لا؟ أما المنتخب الأول اليوم تمنحه لمدرب محلي، الأمر صعب جدا. طيب، ألا تعتقد بأنه يعني ربما يكون المدرب المحلي هو القادر على تحفيز اللاعبين أكثر من الجانب الوطني وما إلى ذلك؟ حديث عن الوطنية في الكرة أعتقد بأنه أمر مبالغ فيه. أننا الآن أمام لاعبين محترفين. اللاعبين المحترفين في حاجة إلى روح. صدقني بأن هؤلاء اللاعبين المحترفين هم بحاجة إلى تحفيز، أي نعم، هم بحاجة إلى تحريك مشاعرهم، أي نعم، ولكن لا يهم اللغة التي نحرك بها مشاعرهم. وبعدين هذو شبان يتحلون بالكثير من العزيمة، وشفناها في مباريات الكرة. منتخب الجزائر اليوم معروف عنه، أول ميزة معروفة عنه مقارنة بمنتخبات أخرى هو هذه الروح وهذه الحرارة التي لا نجدها نعم. في منتخبات أخرى بما في ذلك عربية وإفريقية، مع احترامي للكثير من المنتخبات بالتأكيد معروف عنه هذه الروح. فهو ليس بحاجة إلى روح إضافية، وبعدين روح من دون مهارة. حتى ولو كان أنا وأنت عندنا الروح، ولكن لا نملك المهارة لكي نسجل أهدافا على نيجيريا. يجب أن تكون لديك المهارة كذلك. هذا هو السؤال الآن، هل هو الوقت هو العامل الحاسم في تحديد اسم المدرب؟ طبعا، لأنك أنت على بعد أسبوعين، ومن الضروري
أن تتعاقد مع مدرب، ولكن أنت في ظرف كذلك أنت في شهر أكتوبر. المدربين ليس هناك مدربين كثر من دون شغل، من دون نوادي، أنت عندك حيز محدود جدا. أي نعم هناك الكثير من المدربين من أرادوا تدريب المنتخب، ولكن أنا شخصيا لا أمنح المنتخب الجزائري لمدربين يريدون أن يدربوا المنتخب الجزائري، أمنحه لمن لا يريدون، لمن يدركون بأن المنتخب في وضعية صعبة جدا وهو في حاجة إلى استنفار كبير جدا من كل الأوساط، جماهيرية وإعلامية وفنية، من أجل تفويت هذه. الآن الوقت في الجزائر أو حتى هنا ليس للحديث عن من هو المدرب ولماذا أقيل المدرب السابق، هو الحديث عن مباراة نيجيريا وبعده سيكون كلام آخر. أما التشكيك في قدرات المدرب قبل أن يبدأ شغله فهذا أمر سواء كان ليكنز أو غيره. نعم. سابق لأوان الحكم عن أي مدرب قبل أن يبدأ عمل. طيب في ظل يعني هذه خلينا نقول بعض التخبط في الأمور الإدارية، هل تعتقد بأننا سنشاهد المنتخب الجزائري في روسيا؟ إذا أردت أن تسألني على مشاعري أقول لك بأنني متأكد من شيء أول وأساسي، هو أنه أمام نيجيريا سنشاهد المنتخب الذي نعرفه. يعني سيكون في هذه مشاعرنا جميعا، هذه مشاعرنا جميعا، ولكن يعني هناك أمور إدارية واضحة. ليس فقط مشاعر. نعم. هي مشاعر وهي توقعات كذلك كمتابع للمنتخب الجزائري، بأن هناك سيكون منتخب جزائري مختلف عن منتخب الكاميرون، سيكون منتخب جزائري ذلك الذي عاهدناه بتلك الروح، لأنهم يدركون بأنها مباراة مصيرية بالنسبة إليهم ولا يجب أن يخسروا فيها. نعم، إذن كابتن حفيظ دراجي أشكرك شكرا جزيلا لحضورك للاستوديو، ونتمنى حقيقة للمنتخب الجزائري كل النجاح والتوفيق. المنتظر أن يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا تعيين البلجيكي جورج ليكنز مدربا جديدا للخضر خلفا للصربي ميلوفان رايفاتس. مصادر إعلامية أعلنت أن رئيس الاتحاد محمد روراوة توصل إلى اتفاق مع ليكنز، وأن الأمور سيتم تسويتها بصورة رسمية في الساعات المقبلة، حيث من المنتظر أن يصل المدرب البلجيكي إلى الجزائر للاتفاق على بعض التفاصيل والتوقيع على العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة. يذكر أن ليكنز سبق له الإشراف على المنتخب الجزائري عام 2003، كما درب أيضا منتخبي بلجيكا وتونس. جورج ليكنز هو الاختيار الأخير الذي استقر عليه الاتحاد الجزائري بعدما فشل في التعاقد مع أسماء أخرى على غرار المدرب السابق للمنتخب البلجيكي مارك فيلموتس. الفشل في تحقيق هذا المبتغى له دوافعه، لعل أبرزها فتنة غرف تغيير الملابس بين رايفاتس وبعض ركائز المنتخب، والتي عصفت بالمدرب السربي وحرمته من مواصلة المغامرة المونديالية. المدرب الجديد للمحاربين يملك عدة أسلحة قد تساعده في النجاح مع الخضر، منها عامل اللغة، الوتر الذي طالما عزف عليه اللاعبون. عامل آخر سيساعد ليكنز في مهمته الجديدة، وهو معرفته بالكرة الجزائرية، حيث سبق له الإشراف على الخضر عام 2003، كما يعرف أيضا وبشكل جيد الكرة الإفريقية من خلال تجربته مع نصور قرطاج في الكان الأخيرة. ومع ذلك مهمة ليكنز لن تكون سهلة، فهو مطالب في البداية بتجهيز الخضر وفي وقت قياسي لمواجهة صدام نيجيريا من الناحية المعنوية، أولا بعد شرخ حادثة رايفاتس، وفنيا يتحتم عليه تحضير الفريق من خلال إيجاد التوافق بين كافة اللاعبين، وهي مأمورية صعبة أمام النسور الخضراء لضيق الوقت، كما أنه سيكون تحت ضغط كبير فأي تعثر، كما أن الجزائر برمتها لن تقبل أن تكون في ثوب المتفرج في المونديال القادم، وهي التي تعودت على المشاركة في النسختين الأخيرتين، سيما بالبرازيل حيث كان التأهل التاريخي للدور الثاني، والذي أقنع الجزائريين أن الذهاب إلى روسيا يجب أن يكون الثالث الثابت على التوالي. يواصل فريق مولودية بجاي الجزائري تحضيراته لذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي أمام تيبي مازيمبي الكونغولي مساء السبت، وتعهد مدربو ولاعب المولودية بتقديم مباراة كبيرة توج مسيرة صعبة في الوصول إلى نهائي الكاف. تفاصيل في تقرير مراسلنا حسين بوصالح. بعدما أنهى مولودية بجاية معسكره التحضيري بتونس بعد أسبوع كامل من التحضير، ها هو يعود إلى الجزائر العاصمة، وبالضبط إلى المركز التقني بسيدي موسى الذي سيمكث فيه زملاء فوزيايا إلى غاية عشية مباراة سهرة السبت أمام تيبي مازيمبي الكونغولية. نتمنوا التعب تاعنا والتدريبات اللي قمناها في التربص في تونس ما يروحش على باطل. اليوم رانا في سيدي موسى باش نحضروا الماتش تاع تيبي مازيمبي.
دونك حنا الهدف تاعنا انا متمنيه ان شاء الله باش نفوزوا بالكاس، وان شاء الله باش نفرحوا للجزائر ان شاء الله يا ربي. نو مولوديات بجايه عندنا طريقه لعبنا ان شاء الله، عندنا طريقه لعبنا، عندنا اللاعبين، عندنا الفريق اللي يقدر ينافس، اللي يقدر يوقف امام اي فريق. حنا عندنا الامكانيات وعندنا ثقه في النفس وعندنا القلب وعندنا الاراده، وان شاء الله بالمسانده تاع الجزائريين والانصار اللي يكونوا في الملعب ان شاء الله نكونوا على وتر، نقدموا مباراه كبيره ونسجلوا الاهداف، وان شاء الله حنا لوبجيكتيف تاعنا نخموا كيفاش نجيبوا الكاس.